هلو يا أصدقائي، ده الجزء التاني من حكاية عالم الكابوس. اللي ما شافش الجزء الأولاني يروح ويشوفه، القصة جميلة جدا وهتعجبكم. يلا بينا نبدأ حكايتنا. بس بيلتفت لبطلنا وبيشكره لشجاعته على الخدمات اللي قدمها، وبيطلب منه يرتاح في القرية، وبيقول له إنهم عاملين وليمة احتفالية، وبيطلب منه إنه يروح ويستمتع، وبينقله بالانتقال الآني على مكان الاحتفال. فبيلاقي بطلنا نفسه قاعد على ترابيزة كلها أكل، وبيجيله أصدقائه وبيقولوا له كل، وبيعرفوه إن لسه معاهم وقت ممكن إنهم يستريحوا في شوية في القرية. وإنت أكيد شفت هدف الاغتيال، صح؟ هو هينضم للحفلة قريب، أول ما هيقلل حذره نفذ مهمتك وإحنا هنغطيك. فبيضحك بطلنا في سره وبيقول أنت بتخطط لاستخدامي والهروب في وقت الفوضى، وبتيجي من وراه بنت جميلة جدا من الألف وبتطلب منه إنه يشاركها الرقصة دي، وإنه شرف عظيم ليها إن هي ترقص مع بطل من الخطوط الأمامية. فبيقول لها طبعا أكيد عادي، بس أنا ما بعرفش أرقص. فبتقول له ما تقلقش، هي هتقود الرقصة. وبنشوفهم الاتنين متألقين في الرقص جدا ومبسوطين. وبطلنا بيقول لولا المهمة الغبية دي لكان الرقص مع تلك الفتاة الجميلة نعيما خاصا. فبيتضايق بطلنا وبيقرر إنه لازم يفكر في حل. فبتسأله الفتاة هو ليه مش بيتكلم، ولا ده ممكن من ان المعارك الاماميه وحشيه جدا لدرجه ان هي عكرت راحه باله. فبيقول لها لا، كنت بفكر بس ان راسي سيء جدا، علشان كده انا اسف لقبولك دعوتك. يا انسه ممكن تعرفيني اسمك؟ فبترد عليه ان اسمها لاني. فبيقول لها ممكن اعمل لك خدعه سحريه علشانك كاعتذار على راسي. فبتتحمس لاني جدا وبتوافق، وبتعرفه ان راسه ما كانش سيء ابدا، وبتديله السوار بتاعها كعربون شكر على الخدعه السحريه، وبتعرفه لو الخدعه بتاعته مش مثيره للاعجاب هتستعيد الصور تاني. فبيوافق وبيطلع على واحدة من ترابيزات الأكل وبينادي على كل الحضور، وبيطلب منهم يركزوا معاه لأنه هيعمل خدعة سحرية محدش شافها قبل كده، وهي التحول للإنسان العظيم. فبتحمس كل الموجودين وبيقولوا له ورينا، وبتوتر أصدقائه التلاتة وبتسأله إيه اللي بيعمله. وواحد منهم بيقول إنه ما توقعش إن فيرون يكون ذكي للدرجة دي، وإنه يفكر في الطريقة دي علشان يندمج بسرعة مع الإلف. وبنرجع لبطلنا وهو بيقول استعدوا للي هيحصل، وبيخلع التاج وبيرميه على لاني وهو بيقول ده علشانك يا ايتها الجميله. والكل بيندهش من اللي حصل، وبتبقى القاعة في حالة فوضى. وبيقول لهم زي ما انتوا شايفين انا تحولت الانسان لما خلعت التاج، واخواتي التلاتة عارفين الطريقة دي برضه، لانهم لو خلعوا تيجانهم هيكونوا اموات احياء. فبتتغير كل تعابير الالف في القاعة، وبيكونوا باصين على التلاتة اللي قال عليهم بطلنا. وبيقول لهم بعد ما يتحول اخواتي التلاتة هرجع تاني الف. وبيستحضر باب عالم الكابوس وبيختفي جواه، وبيستغرب باقي الالف من اللي حصل وان امتى ظهر الباب او جه ازاي. بس بيقرروا انهم يقبضوا على التلاتة الاموات الاحياء. وبنشوف جذور شجر بتطلع من الارض وبتكتف التلاتة، وبيكون رئيس القرية وصل القاعة وبيقول لهم انتوا حاولتوا تتسللوا للقرية بس ما توقعتوش ان البشر تتسلل لصفوفكم كمان والقادوا المهمة بتاعتكم. فواحد من الاموات الاحياء بيقول اكيد في سوء فهم، احنا عندنا اشارات فرئيس القرية بيستعمل احد الغصون وبيشيل التاج من عليهم. فبيظهر فعلا ان كلهم من الشياطين. وبيعرفنا رئيس القرية ان التاج بيستعمل سحر ظل عالي المستوى من الهاوية وهو ثابت، وده اللي بيتفوق توقعاته. المهم دلوقتي ان تم تسلل للقرية، وده معناه ان في نقاط ضعف لازم نراجعها. وبيقول انه مدين لبطلنا المرة دي. وبنروح لبطلنا وبيكون جوه الممر المظلم، وبيقول ان اللي حصل كان مخاطرة كبيرة ولازم يفتكر الدرس ده. وبيشوف قدامه الهيكل العظمي فبيغضب جدا، وبينادي عليه وبيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ انت كنت سايبني اخاطر بحياتي في الارض الالف وانت هنا بتستمتع بوليمه. فبيستغرب الهيكل العظمي وبيبص له وبيقول له انت ازاي ما زلت على قيد الحياه؟ فبطلنا بيكلمه بغضب وبيقول له دلوقتي تقدر تتكلم بلغه البشر؟ انت اديتني تاج الظل وانت عارف اني هموت. فالوحش بيقول له عرفني انت نجوت ازاي، عايز اعرف كل حاجه. فبيعترض بطلنا وانه مش هيقول له على حاجه. فبيرد الوحش عليه عرفني اللي حصل وانا هدفع لك تمن عادل. وبيظهر قدام بطلنا رساله بتعرفه ان الطرف الاخر صادق تماما وفقا لمبدأ التبادل العادل، اعد لك تعويذه اموات قويه. فبيغضب بطلنا بيقول له انت فاكر تقدر تشتريني بحاجه زي دي؟ انت كده بتهني. فبيجمع الوحش طاقه وبيجيب بلورة في ايده، وبيقول لبطلنا ان السبب اللي خلاه يديله التاج انه انسان، لان الجان والبشر حلفاء وهو كان عنده فرصة للبقاء على قيد الحياة، ولو كان هو اللي راح لكان ميت. وبتجيله رسالة تانية ان الطرف الاخر تجاوز مبدأ التبادل العادل كاعتذار وقرر منحه بلورة الكابوس الارثي. وبتعرفه ان البلورة دي بتحتوي على 3 مهارات تطور من المستوى الرفيع، يقدر يختار واحدة منهم لدمجها في روحه واكتساب قدراتها. بيعرفوا الوحش ان البلورة دي هي اساس سلالة الموتى الاحياء، وهي غالية جدا، والسبب انه ما زال على قيد الحياة، وانهم عايزين البلورة دي علشان المواهب اللي جواها
علشان كده ما قتلونيش، بس أنا هديك الفرصة دي. وبيضحك ضحكة شريرة وبيقول إنهم مش هيتوقعوا أبدا إن أنا اديتها الإنسان. فبطلنا بيتوتر وبيقول له خلاص عشان أنت صادق هسامحك المرة دي، بس أتمنى ما تعملهاش تاني لأني مش هسامحك وقتها. وبيتغير شكل الوحش من هيكل عظمي متهالك لملك هياكل العظمية، وبيكون قاعد على كرسي حجري وفي ايده سيف، وبيقول له الاختيار تقدر تختار واحدة من بين المواهب القديمة وجعلها خاصة بيه. الأولى هي همسات الظل مستوى مبتدئ وفايدته إنه يقدر يتكلم مع الأموات، والتانية هي جسد البقايا المقدسة مستوى مبتدئ وفايدتها انه يقدر يتفادى الموت من كل اشكال القوة لمدة 5 ثواني. والموهبة الثالثة هي احياء الموتى مستوى مبتدئ وفايدتها انه يقدر يحيي جثة على طريق لها بالروح. فبطلنا بيقول ان مهارة احياء الموتى ملهاش فايدة بالنسبة له دلوقتي، وجسد البقايا المقدسة بتقدر تحميه من الموت 5 ثواني. طب وبعد ال5 ثواني هموت برضه، بس مهارة همسات الظل في الاول تبان ملهاش فايدة، بس دي بالظبط المهارة اللي انا محتاجها. وبيقول انا بختار همسات الظل، وبيمسك بلورة المهارة وبيندمج معاها، وبينجح انه يستشعر همسات الموتى الاحياء. فبيستغرب الوحش من اختيار بطلنا، فبيسأله بطلنا لو في خطأ حصل، فبيرد عليه ان في ذاكرته كل ملوك الموتى الاحياء اختاروا الخيار الثالث، وعدد قليل بس اختار الخيار التاني، ومفيش حد اختار الخيار الاول. بيطلب من بطلنا انه يعرفه باللي حصل لانه مهم جدا بالنسبه له، وبيوافق بطلنا وبيحكي له. فالوحش بيقول له ان الهدف الاساسي هو اغتيال زعيم الالف، بس الراجل اللي انت بتقول عليه هو اقوى كاهن اعلى من سلاله الالفيه. فبطلنا ما بيستغربش لانه كان عنده القاب رائعه. وبيقول الوحش بما ان ال3 اشخاص من الموتى الاحياء تم القبض عليهم فما عادوش بيراقبوه ولا بيهددوه، ودي فرصته الوحيدة، وبيسيب بطلنا ويمشي. وبطلنا بيخرج من الباب وبيجيله رسالة انه حصل على لقب واحد منا، وبيعرفه ان اللقب ده من المستوى الممتاز، وعند تفعيل اللقب بالهدف هيعتبره واحد منهم وهيستمر ل10 ثواني، وبعدها هينسى الهدف كل اللي حصل، ومبيقدرش يستخدم اللقب الا مرة واحدة بس في اليوم. وكمان ما ينفعش يتجاوز سمات الهدف ضعف سماته علشان ما يقاومش اللقب. وبتظهر له رسالة تانية ان حصل على صور البركة الطبيعية، وان الصور من جودة ممتازة عنصر نادر، وان الصور ده ممكن يزود قوته الروحية ببطء. فبيفرح بطلنا من الاشياء اللي حصل عليها، وبيرجع تاني لمكان الاختبار في المدرسة، وبيكون صديقه بيتجهز علشان يبدأ الاختبار، وبيكون عبارة عن ارض تحته مليانة حفر وبيخرج منها نافورة مية، ولازم الطالب يتفادى كل المية لحد ما يوصل لنقطة النهاية. وبيبدأ الطالب وبيكون في الأول مركز وبيقدر يتفادى الألوان، وبيشجعه بطلنا وبيقول له تشين إن ده حاجة سهلة بالنسبة له، بس بيفقد تركيزه وبيتصف في وشه من الألوان. وبيقول للمعلم إن تشين هاو حصل على 71 نقطة، وبينادي على الطالب اللي بعده بيكون شين يي. وبيتجهز بطلنا علشان يبدأ الاختبار، وأول ما بيبدأ بينبهر كل الحاضرين من سرعته، وباين قد إيه هو مرتاح وهو بيأدي الاختبار. وبيقول بطلنا إن مع الخبرة اللي اكتسبها الاختبار ده بالنسبة له سهل. وبنشوف مدير المدرسة واقف مع شخص تاني وبيكون منبهر ببطلنا، وبيقول إن عنده مهارات جيدة. فالمدير بيرد عليه إن هو ده الطالب المتفوق عنده، ومن المؤسف إنه غاب من الامتحان الأول، علشان كده أنا طلبتك علشان تشوفه لو ممكن تديله فرصة. فبيرد عليه الشخص التاني ان الطفل شيني موهوب جدا وحركته خفيفة، ولو قدر انه يحصل على درجة مثالية في اختبار القوة العقلية فممكن نديله فرصة. فبيتصدم المدير لان درجة مثالية في القوة العقلية ده مطلب كبير شوية. فبيرد عليه خلينا نستنى الاختبار القوة العقلية، ممكن يتمكن من الحصول على الدرجة عالية، بس النتيجة العالية مش كفاية، لازم يحصل على نتيجة مثالية. وبينهي بطلنا الاختبار وبيقول له المعلم انه حصل على درجة مثالية في المرونة، وبيكون حزين جدا لانه فوت امتحان القوة. فبيشكره بطلنا وبيعرفه انه ما استسلمش بشأن امتحانات الثانوية العامة، وبينادي المعلم هياخدوا استراحة الغداء وهيكملوا بعدها. وبيجي صديق بطلنا وبيبقى فرحان جدا علشان النتيجة اللي جابها في الاختبار، وبيقول له يلا تعالى ناكل، بس بطلنا بيطلب منه انه يروح يستحمى الاول، وهو هيستناه في الفصل يقرأ في الكتب شوية. فبيوافق صديقه وبيقول له استناني في الفصل وانا مش هتأخر عليك. وبنشوف بطلنا وهو في الفصل وبيقول ان الرياضيات والفيزياء والكيمياء كويسين لانهم نفس المواد اللي موجودة في عالمه الاصلي، بس يعني ايه اللغة والمعرفة العلمية؟ ده حتى الشخصيات والأعمال الأدبية في العالم ده بتختلف تماما عن عالمه الأصلي. وبينزل دماغه على الكتب وهو بيقول حاسس بذكريات كتير مختلفة بتتصارع جوه راسي، وايه الصداع اللي أنا حاسس بيه ده دلوقتي؟ وبيتفاجئ بطلنا بضربة بتطير الترابيزة اللي قدامه، بس بياخد باله من قبلها وبيتفاداها على آخر لحظة. وبيظهر إن اللي عمل كده هو سونغ، وجاي هو و3 من أصدقائه، وبيقول له أنا حذرتك إن الموضوع ما خلصش يا شين. فبيسأله بطلنا لو إن تشاو بينغ هي اللي أرسلته،
فبيرد سونغ: اسمع يا شين، لما كنت غايب عن المدرسة وصلت قوتي للمستوى التاني، تعال نتبارى ونشوف إذا كانت نقاط مرونتك أقوى ولا نقاطي، ونشوف مين صاحب رقم واحد الحقيقي. فبيفعل بطلنا مهارة الحليف وبيقول له: انت ليه مهتم كده؟ احنا كلنا حلفاء. فبتتفعل عليهم المهارة. فبيقول سونغ: ما كانش فيه خيار قدامي. تشاو بينغ فضلت تعيط وتوسلت لنا نساعدها في التنفيس عن غضبها، وواحد منهم بيقول له: فعلا حصل، واحنا مش عايزين نضرب اخونا. وواحد تاني بيقول له: كل ده علشان انا بحبها جدا، واغلب الوقت بتكون مغرور جدا، علشان كده كنت عايز اضربك. والاخير بيقول له: انسى الموضوع، احنا كلنا حلفاء. فبيقول بطلنا: كويس انه قتال طلاب وان محدش عايز يقتلني. وبيكون تأثير المهارة انتهى، فبيرجع تاني الطلاب لحالة الغضب زي الأول، وبيقولوا له: جهز نفسك علشان هنقضي عليك. فبيفعل بطلنا مهارة الالتهام، وبتيجي رسالة إنه تم امتصاص السمة الخضراء وحصل على 3 نقاط سمة، وبتجيله رسالة تانية إنه ممكن يستخدم النقاط اللي سبق امتصاصها بحرية. فبيفرح بطلنا جدا لأنه كده يقدر يبدل بين نقاط السمات بحرية بين الرشاقة والقوة. وبيقول: ضيف كل النقاط للقوة. وفي لحظة واحد من أصدقاء سونغ بيكتف بطلنا من ظهره علشان ما يهربش زي المرة اللي فاتت، وسونغ بيهجم عليه وهو مجمع كل طاقته في إيده ومبتسم وبيقول له: عايز كام ضلع يتكسروا؟ بس بطلنا بيفضل ساكت وثابت في مكانه، وبتلقى الضربة في بطنه. والصدمة هنا لما ضحكات سونغ بتتقلب لدموع من كتر الألم، وبنشوف إن صوابعه اتكسرت من قوة شين إي. وبيتصدم أصدقائه، وبيحرر بطلنا نفسه من الشخص اللي مكتفه بسهولة، وبيسدد له لكمة قوية في وشه بينام منها على الأرض. وبنعرف إن متوسط إحصائيات الشخص البالغ الغير مدرب للرشاقة والقوة هي 1، وسونغ وصل للمستوى 2. وبتساءل باقي الطلاب: هل قوته أعلى من قوة سونغ؟ وبيقول لهم بطلنا إنه فوت امتحان فعلا، وإنتم لسه بتجروا ورايا وبتتعاونوا علشان تدمروا حياتي وتمنعوني من دخول المدرسة الثانوية، وكل ده بسبب الغيرة التافهة. فبطلنا بيرفع سونغ بإيد واحدة وبيقول له: لو كان حد غيري كان انتهى الموضوع معاه في المستشفى. فبيتوسلوا سونغ إنه يسامحه المرة دي، بس بطلنا بيسدد له ضربة بياخد بيها مجموعة الطلاب اللي وراه وبيلزقوا في الحيطة. وكل الطلاب بيسمعوا صوت حد بيطلب المساعدة جاي من أحد الفصول، فالكل بيجري على الفصل، وبيدخل معلم اللياقة البدنية الفصل علشان يشوف فيه ايه. وبيتصدم لما بيشوف بطلنا قاعد على الأرض وحواليه الطلاب جايبين دم من كل حتة ومغمى عليهم. فبطلنا بينزل دمعتين وبيقول إنهم كانوا بيتنمروا عليه. فبيتصدم المعلم وبيقول له: انت بتقول ايه؟ انت موتهم من الضرب وبتقول دلوقتي انهم كانوا بيتنمروا عليك؟ وبنشوف من بين الطلاب تشاو بينغ، وبتكون مصدومة من قوة شين يي لان مفيش طريقة انه يتغلب على مجموعة الطلاب مجتمعين. وبتتساءل هو ازاي قوي للدرجة دي، وبتيجي صاحبتها وبتسألها لو هي ندمانة دلوقتي. فبترد شياو: لو كنت شجعته وقتها وعرفته انه يستمر في المحاولة ووعدته انهم هيفضلوا على اتصال، كانت الامور هتسيل بشكل مختلف. بس خلاص دلوقتي مفيش مجال للتراجع. وبتكون حققت هدفها في تدمير حياة شين يي لأنه تسبب في إصابة 7 من الطلاب، وفي الغالب هيتم إلغاء مؤهلاته للامتحانات السنوية. وأثناء ما شياو بتتكلم مع صديقتها بيخرج المسعفين سونغ على النقالة وبيقفوا عندها، فبتتوتر شياو جدا لأن سونغ بيبقى عمال يبصلها وبيبقى عايز يتكلم، بس شياو بتبقى عايزاه ما يتكلمش علشان ما يجرهاش في الموضوع، وبتتمنى إنه يموت بسرعة من غير ما يتكلم. بس فعلا سونغ بينادي عليها، وقتها جميع الطلاب بيبصوا عليها، بس هي بتقلب الترابيزة وبتعيط وبتجري وبتقول: سونغ، شيني ايه هو اللي عمل فيك كده؟ انا هتصل بالشرطة. فبيستغرب المعلم لان مش من الطبيعي ان الطلاب تتصل بالشرطة، بس الامور خرجت عن السيطرة. وبيفهم بطلنا انها عملت كده علشان تخرج نفسها وترمي اللوم كله عليه. فالمعلم بيطلب من كل الطلاب انهم يرجعوا فصولهم، وبينادي على بطلنا علشان يجي معاه للمكتب. وبنيجي للمدير وهو ماشي مع صديقه، وبنعرف ان اسمه تشيان، وبيطلب منه المدير انه يوقع عقد مع طلابه. فبيرد عليه تشيان ان الموضوع مش بايده، بس الطلاب مش بيلبوا الحد الادنى من معايير المنظمة، مفيش حاجة يقدر يعملها. وبيقول له لازم يمشي علشان عنده امور تانية مهمة. بس وقتها بتدخل عليه السكرتيرة وبتنادي على المدير، بتعرفه ان سونغ وشين يي دخلوا في قتال والشرطة هنا. فالمدير بيقول لها: هو انت مش شايفة اني مشغول؟ بترد عليه انه لازم يشوف فيديو للقتال اللي سجله شين يي. وبنروح عند بطلنا، وبتكون الشرطة بتتفرج على الفيديو برضه، وبيسألوا واحد من الشرطة لو كان مخطط انه يسجل من الاول، وبيرد بطلنا: لان كنت خايف انهم يضربوني لحد ما اموت. فبيقول له الشرطي: انت اللي كنت هتموتهم،
بس على الرغم من وجود الفيديو كدليل إلا إنك لازم تيجي معانا. فالمعلم بيدخل وبيقول له إن الطالب ده غاب عن الامتحان واحد، ولو انتوا أخدتوه فممكن يفوت امتحان كمان، ومعاك بالفعل دليل على إنه الضحية، ليه بقى لازم تحقق معاه؟ فبيطمنه الشرطي وبيقول له إن الموضوع مش هياخد أكتر من أيام قليلة طالما الإصابات مش خطيرة. فالمعلم بيتضايق وبيقول له أنت كده هتدمر مستقبله. فبيدخل المدير المدرسة وبيقول له كويس إنك فكرت تسجل فيديو يا شين، لأن مع الإصابات دي كنت هتطرد من المدرسة. فبيرحب المعلم بالمدير وإنه وصل أخيرا. وبيدخل السيد تشيان وبيقول له إن مستواه مختلف عنهم تماما، علشان كده القتال ضدهم ملوش لازمة. وبيعرفه إنه شاف الفيديو وكان واضح إنك كنت متردد صح. فبيرد شين إنه كان خايف إنه يقتل حد. فبيعجب بيه تشيان وبيقول له إنه شخص رائع، وهو لاحظ إنه جايب درجة مثالية في المرونة، وده لوحده يخليه يستحق توصية. وبيديله الكارت تعريفه وبيعرف بطلنا انه تشيان روشان مدير منظمة الفنون القتالية البشرية، والمنظمة دي عندها مفتاح المعرفة في فنون القتال والدفاع عن النفس، ومكتبة كبيرة من الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر العديد من التقنيات. وبالنسبة للشخص العادي الانضمام للمنظمة بيشبه الفوز باليانصيب، وهي دي الخطوة المباشرة نحو العظمة. والدليل على كده الراجل اللي واقف قدامه ده قوي جدا بغض النظر عن توزيع احصائياتي انا ما اقدرش المسه حتى. فبيسأل تشيان بطلنا ان النظام السبراني بيقدر قوته ب4.5، لو انت مش ممانع ايه الرقم الصحيح لقوتك؟ فبيرد عليه 5. وبيتصدم كل الموجودين وبينبهر المدير تشيان. فبيستغرب بطلنا وبيسأل لو تعتبر القوة 5 شيء مبهر. فبيعرفوا إن بالنسبة لطالب في المرحلة المتوسطة القوة 4.5 كافية للفت الانتباه، بس 5 دي قصة تانية. بيعرفوا إن المستوى الخامس يقدر يشغل بعض الآلات القتالية واستخدام الأسلحة القديمة التي تم إصدارها بشكل قياسي. وبيقول له انضم لمنظمتنا وهرتب لإعادة الاختبار القوة اللي فاتك. في العادة مش بيحصل ده، بس مجموعتنا عندها السلطة تطلب إعادة الامتحانات الخاصة من مكتب التعليم. فبيفرح بطلنا جدا وبيوافق إنه ينضم ليهم. فبيقول لتشيان اتفقنا هيتواصل معاك شخص لإكمال الترتيبات، وبالنسبة للمشاجرة اللي حصلت ما تقلقش وانا هحدد موعد اعادة الاختبار وقت ما تجهز. فبيشكروا بطلنا جدا وبيسألوا تشيان عن احصائيات قوته النفسية، وبيعرفوا ان الدرجة مش هتأثر على تقييمه، بس هو فضولي لان قوته ورشاقته وصلوا للقمة. فبطلنا بيرد عليه ان هي 3، وبتصيب كل حالة من الذهول اول ما بيسمعوا الرقم. فبيطلب منه تشيان انه يقدم له عرض توضيحي باستخدام قوته العقلية. فبيوافق بطلنا وبيقدر انه يحرك كرسي من على الارض في الهواء. وبيقرر كابتن الشرطة انه يمشي ويسيبه. فبيسأله المساعد هنمشي فعلا؟ فبيرد عليه وايه اللي هنعمله للطالب ده؟ قوته 5 وطاقته العقلية 3 ورشاقته اقل تقدير 4. ده معناه انه مقدر ليه يكون شخص عظيم، موهبة زيه بتفوق كل اللي نقدر نتعامل معاه. وبيفرح المدير تشياو جدا وبيبدأ انه يغني، والكل بيبقى مبهور بصوته. وبيطلب تشياو من الموجودين انه عايز يتكلم مع شين لوحده. فبيسأل بطلنا ايه هو هدفك في الحياة؟ فبيرد عليه انه هدفه انه يبقى زيه. فبيفرح تشياو جدا وبيقول له ايه اللي قلبك محتاجه قوي بجد؟ فبيقول له انا عايز اكون قوي جدا للدرجة اللي ما تخليش حد يقدر يجبرني على حاجة، واكون قادر على حماية نفسي وعائلتي. فبيضحك تشياو وبيقول له انت النهارده بتاخد اول خطواتك لحلمك، وبيطلب منه انه يهاجمه. فبطلنا بيهزقه وبيشتمه. فالمدير تشياو بيقول له مش بالكلمات، هاجمني بقبضتك. فبيعتذر له بطلنا وبيبدأ يخصص نقاطه للقوة وبيجمع طاقته وبيبدأ يهجم عليه، بس بيتصدم لأنه بيتثبت في مكانه ومش بيقدر يتحرك. وبيعرفوا المدير ان دي تقنية لشل الحركة اللي بيهاجمك. فبيبقى مندهش بطلنا منها. فبيسأله انت عايز تتعلمها؟ فبيقول له اكيد عايز. فبيطلب المدير تشياو انه يركز اكتر وبيخرج مسدس من جيبه وبيوجهه على دماغه. وفعلا بيطلق على نفسه رصاصة، بس بيقدر انه يصدها بالطاقة بتاعته. بيقول ان دي تقنية فن سري خاص بالمنظمة. التقنية دي قادرة على صد جميع أنواع المقذوفات حتى القناصات. فبطلنا بيقول إن مفيش دفاع غير قابل للكسر في عالم القتال. فبيضحك المدير عليه وبيقول له انت فعلا شخص مميز، دلوقتي انا بدعيك رسميا للانضمام لمشروع التنين الخفي الخاص بالمنظمة. فبتسأل بطلنا ايه هو مشروع التنين الخفي ده؟ فبيعرفوا المدير انه برنامج لتنمية النجوم الصاعدة. في الاول هندخلك واحدة من افضل 3 مدارس ثانوية في العالم، بس اكيد الاول لازم تجتاز امتحان القبول. والامتحان ده مش امتحان المدارس الثانوية العادية، الامتحان ده صممته المدارس نفسها، والأشخاص العاديين ما بيكونش عندهم فرصة لاجتياز الامتحان ده لأنه محتكر للأطفال العائلات النبيلة. فبتسأل بطلنا مين هم العائلات النبيلة؟
فبيعرفوا المدير تشاو إن العائلات النبيلة بتمتلك المعرفة القديمة والتحف ومواثيق النسب الموروثة من الكائنات الأسطورية والعصور القديمة، وكمان بيسيطروا على مساحات واسعة جدا من الأراضي والسكان والثروات. فبيقول بطلنا إن يبقى جد تشيني واحد من العائلات دي. فبيكمل مدير تشياو كلامه إن مشروع التنين الخفي تم تصميمه للعثور على الأفراد الموهوبين زيه والمستخبين بين عامة الناس، وهم هيساعدوه يدخل أرقى الأكاديميات. حتى لو فشل في اجتياز الامتحان هيضمنوا ليه مكان في مدرسة ثانوية رفيعة المستوى، ولو نجح في الدخول لأي من المدارس الثلاثة فالمنظمة هتوفر له الدعم الكامل وتأمين الموارد وإرشاده لمهنة مستقبلية تعتمد على مواهبه. ولما يوصل إلى الذروة هيرجع للمنظمة وتشتغل معاه. وبيطلب من بطلنا يفكر في الموضوع كويس، وبيقول بطلنا إنه فهم كل حاجة وإن هو ده العالم اللي بتسود فيه القوة. وبيوافق على طلب المدير تشياو للانضمام، وبيعرفنا بطلنا إنهم كانوا من عائلة نبيلة ولسبب ما تم نفي والدي، وعلشان بقينا أشخاص عاديين بقى لما نواجه خطر الشرطة مش بتخاطر لمساعدتنا. وكان على والدي إنه يتوسل ويقترض علشان يحصل على حبة واحدة بس من المنشط. بس بالنسبة لعائلة جدي النبيلة فدي حاجة لا تذكر. فبيقول له لو أنت مستعد وقع على الوثيقة دي وحط بصمة صباعك. وبيقول له تقدر تفكر في الموضوع مرة تانية، ممكن تتواصل معاك أي من المنظمات التانية. فبيعرفوا بطلنا إنه كان أول واحد قرب منه وساعده على الخروج من المأزق وإنه على استعداد للانضمام. فبيفرح المدير تشياو من إنه شخص حاسم في قراراته، وبيقول له إنه كان متأكد إنه شاف فيه شيء مميز ومن إنه لسه قاصر فلازم يحصل على موافقة والديه. فبيعرفوا بطلنا إنهم في البيت. فبيقول له أنا هروح لهم بسرعة قبل ما تتمكن منظمة تانية إن هي توصل قبلي، وهيرجع أول ما هيخلص. وبيختفي من قدام بطلنا في لمح البصر، وبيتصدم بطلنا من السرعة دي. وبيجيله المدير المدرسة وبيسأله إيه اللي حصل، وبيعرفوا شين إنه وقع معاه خلاص وهو في طريقه للتحدث مع والديه. فبيفرح المدير جدا هو والمعلم لأن مدرستهم هتكون حديث المدينة الفترة الجاية. وبيرن تليفون بطلنا وبيكون رقم مش متسجل. فبيرد بطلنا وبيعرفه ان اللي بيكلمه هو الشرطي لو في تشوان، وبيقول له انه اكتشف بعض المعلومات المتعلقة بالحادثة بتاعته وهو عايزه يجي على مركز الشرطة. وفعلا بيروح بطلنا وبيقابل النقيب لو وبيطلب من بطلنا انه يشوف الصورة دي. فبطلنا بيقول انه حاسس بعدم الارتياح من اول ما دخل مركز الشرطة. فبيكمل النقيب له كلامه انه تم التقاط الصورة دي بالصدفة من واحد من الاشخاص العاديين وسلمها بعد ما انتشرت الشائعات الاخيرة عن المستشفى. وبيعرفوا ان هي من يوم الحادث، وبتبين شخص مريب واقف على سطح المبنى اللي قدام المستشفى وبيسأله لو يعرفه. فبيكبر بطلنا الصورة وبيقول له انه ما شافش الراجل ده قبل كده. فبيرد النقيب له ان تقرير الخبراء بيقول انه كان بيحاول يفعل شيء ما، وبيسأل بطلنا لو كان بيحمل شيء غير عادي معاه في اليوم ده. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو وصلت لحد هنا انزل قولي في الكومنتات لو حابين تشوفوا الجزء التاني. انا اخوكم هانتر، اشوفكم بخير في فيديو جديد.